برشامة مباراة عنق الزجاجة. مدرب الفريق للترجي باتريس بوميل مدرب جديد قاد الفريق في 3 مباريات فقط في الدوري، 2 مكسب وتعادل في مباراة. بيلعب بطريقة 4-2-3-1. أهم مفاتيح اللعب: وساليا أبو عليا الجزائري لاعب رائع في التصويب من الحركة والكرات الثابتة، مراوغ ممتاز وصاحب عرضيات مميزة جدا جدا. أهم مفتاح لاعب الترجي المهاجم الأبرز فولارندينهم، فرنسي الجنسية، لاعب محطة ومتحرك بشكل كبير، يخرج بالكرة عليه، لاعب مزعج جدا جدا. أحرز مع ترجي 6 أهداف. المهاجم البديل دياكيتي، هداف الفريق في دوري الأبطال ب5 أهداف، لاعب مميز بضربات الرأس ولاعب متحرك ومزعج بشكل كبير، عنده 19 سنة. انت مستوعب؟ والأهلي مش لاقي مهاجم. أهم ما يميز الترجي هو اللعب المباشر وضرب الخطوط، بيعملوها بشكل مميز جدا جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. تاني شيء العرضيات المميزة الخطيرة بشكل مكثف، بيعملوها بشكل كبير جدا جدا مع الأطراف، بيعملوها بشكل مميز جدا جدا ويقدروا يشتغل عليه بشكل كبير. ثالث شيء بيعتمد بشكل كبير على المثلثات من الأطراف، ويخشوا بيها لعمق الملعب وبعد كده يحضروا التسديد. واخد بالك يا شنواني؟ أرجوكم بلاش الشنواني. تصويبات غزيرة بمعدل من 5 إلى 6 تصويبات على المرمى في المباراة الواحدة. رابع شيء الكرات الثابتة، عندهم أطوال مميزة جدا جدا وبيقدروا يستغلوها بشكل كبير، فحذاري الأخطاء الساذجة من حوالين ال 18 يا عزيزي.